بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بك فضيلة. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياك الله. دعنا بداية قبل أن نخوض في موضوع الحج نتكلم عن العبادة عموما وما هو مطلب الشارع منها. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من أعظم مقاصد الخلق التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه هو أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله عز وجل هي الخضوع لله عز وجل والتسليم له محبة لا إكراها. فالله عز وجل أراد لهذا العبد أن يتوجه إليه، خاصة الإنسان، أن تكون عبوديته لله تبارك وتعالى اختيارا، بخلاف العبودية الاضطرارية التي يدخل فيها عموم الخلق. والعبودية الاضطرارية هي عبودية جامعة للخلق كلهم تقريبا، من ملائكة وإنس وجن، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى أطعناه وأعصيناه. نعم. والعبودية بهذا الاعتبار لا تغني عند الله سبحانه وتعالى، لأنها عبودية اضطرارية إكراهية كما يقولون. فالله سبحانه وتعالى يفعل فينا ما شاء باعتبار أننا خلق له سبحانه وتعالى. ولكن العبودية التي نتكلم عنها هي العبودية الاختيارية. والعبودية الاختيارية وهو أن يدخل الإنسان في التسليم لله تبارك وتعالى، والتزام أمره واجتناب نهيه محبة لله سبحانه وتعالى. هذا النوع من العبادة هو الذي خلقنا الله عز وجل له. مصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والعبادة في مجملها هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى وتحقيق الانقياد. فالتوحيد لله عز وجل يورث بطبيعة الحال الأعمال والانقياد لله عز وجل. ومما يدخل في قضايا الأعمال الأركان المعروفة عندنا، أركان الإسلام من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك من الأحكام الشعائرية التعبدية. وكذلك هنالك ما نلتزمه فيه أحكام الشريعة في أبواب المعاملات. فكلا الأمرين، وإن كان الآن الفقهاء يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين: قسم التعبد المحض اللي هو العبادات الشعائرية، وقسم التعبد بالأمر والنهي وهو قسم المعاملات. فالمعاملات لا يدخلونها في التعبد الشعائري، ولكن تدخل في معنى العبادة بالمعنى الكلي، وهو أننا سواء في العبادات الشعائرية أو في المعاملات المعاشية نلتزم فيها أمر الله سبحانه وتعالى. جميل. الحج شعيرة من شعائر تعبد الله سبحانه وتعالى. متى فرض وكيف بينه الله للمسلمين؟ متى فرض؟ نعم، بالنسبة للحج فرض على خلاف طبعا بين أهل العلم، لكن الأرجح والأقرب للصواب أنه فرض إما في السنة 9 أو في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الفرائض المتأخرة. ولعل السبب في ذلك أن مكة بما حولها من مناطق الشعائر لم تكن تحت سلطان الإسلام، بل كانت تحت سلطان قريش وكانت تحت ولايتهم. فأخر الله سبحانه وتعالى فريضة الحج لنبيه عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على زيارة البيت الحرام في أكثر من مرة. يعني زار النبي صلى الله عليه وسلم زار البيت مرات عديدة، ولكن في فريضة الحج تحديدا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه الحج في السنة 9 على الأصح أو 10 على كل، هي في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفريضة العام، يعني أن الله سبحانه وتعالى فرضه في السنة 9، وبعد ذلك تأتي بطبيعة الحال الأحكام العامة إن شاء الله في الحج. ولكنه موجود من قبل أن يفرض بشكل يعني واضح. النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود من قبل، كان يحجون العرب سابقا. نعم، ليس العرب فقط، ولكن خلينا نقول بأن أول بيت وضع للناس لشعيرة الحج هو البيت الحرام. نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ولم يوضع لهم طبعا للزيارة ولا للسياحة، ولكن وضع لهم لأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيكاد يكون منذ أن أهبط الله سبحانه وتعالى آدم وحواء إلى هذه الأرض، فإن البيت من تلك اللحظة على كل موضوع.
ولكن تواردت عليه بعد ذلك الحالات على كل متعددة، وظل كل رسول كما ثبت في أحد الأحاديث كل الرسل تقريبا حجوا إلى هذا البيت وقصدوا هذا البيت. ولكن الأشهر عموما الذي ارتبط به عندنا بالذات في الشريعة الإسلامية، ارتبطت الشعير بإبراهيم عليه السلام. ولعل هذا لأن إبراهيم أقام البيت من جديد بعد أن انمحى واندثر، وأقام إبراهيم هذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه. فإبراهيم عليه السلام لم يكن هو من أسسه، ولكن هو من جدده وأقامه على القوائم التي كان عليها في بداية العهد. ثم بعد أن بنى هذا البيت أمره الله سبحانه وتعالى أن يؤذن في الناس. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فإذا منذ إبراهيم عليه السلام تكاد تكون الشعائر خاصة العرب ما كانوا يقيمونه يكاد يكون بشكل كبير مرتبط بإيه؟ بإبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. وحصل طبعا بطبيعة الحال بعض الانحرافات التي صححها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يحصل أن العرب يطوفون بالبيت عراة، كما كان كذلك يميزون أنفسهم فيلقون مقصد عظيم جدا من مقاصد الحج وهو مقصد المساواة. فكان هنالك مجموعات تسمى الحمص والحمص، هؤلاء تقريبا قريش ومن يتبعها، فما كانوا يقفون مع الناس في عرفات، ولكنهم كانوا دائما يقفون خارج منطقة العرفات ولا يعودون أيضا من حيث يعود الناس. فالله سبحانه وتعالى على كل لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستمر الناس في هذه الشعيرة كما كان عليه إبراهيم عليه السلام، ولكن يصحح المحطات التي حصل فيها انحراف. جميل. قول الله سبحانه وتعالى وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا. هل هذا له معنى أن يجمعهم لفريضة الحج على نفس النحو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو على كل الآذان هو الإعلام. يقال أن إبراهيم عليه السلام بعد أن أكمل قواعد البيت أو بعد أن أكمل بناء البيت هو وابنه إسماعيل، أمره الله سبحانه وتعالى أن ينادي في الناس بالحج، فقال يا ربي وما يفعل ندائي، يعني أنت مهما صاح إبراهيم في تلك الصحراء فإنه لن يبلغ ما يمكن أن يبلغه الوسائط التي على كل موجودة الآن مثلا. فالله تبارك وتعالى أمره بأن يؤذن، والله تبارك وتعالى يبلغ الخلق. وإلى يومنا هذا ومنذ أذان إبراهيم عليه السلام، فيقال أول في الروايات أن الله سبحانه وتعالى أسمع ما بين السماء والأرض صوت إبراهيم عليه السلام، وظل هذا النداء في عالم الغيب وفي عالم الروح عموما إلى يومنا هذا يتوافد الناس إلى هذا البيت. وعموما هذا ربما يدخل معنا فيما يمكن إن شاء الله إذا أتيحت لنا فرصة فيما يتعلق بالمواقيت المكانية. فمكة هو الميقات المكاني الذي تؤدى فيه شعائر الحج، لا سبيل لأن تؤدى هذه الشعيرة خارج الإطار المكاني لها وهو مكة وما حول مكة من المناطق المعروفة به كعرفة ومزدلفة ومنى. إذن الإطار المكاني الذي سيتداعى إليه الناس وليس لهم مكان آخر يمكن أن يقيمون فيه الحج هو إيه؟ هو البيت الحرام وهو مكة المكرمة. وبالتالي وأذن في الناس بالحج، هذا النداء كما تفضلت له علاقة عموما بهذا الاجتماع العالمي الذي يسوق الناس جميعا من مختلف البلدان ومختلف الأقطار إلى هذه البقعة المباركة وهي مكة المكرمة. جميل. ما هي أهمية الحج في الإسلام؟ الحج أول هو شعيرة من الشعائر كغيره من الشعائر التي يقصد بها التعبد ويقصد بها التسليم ويقصد بها الخضوع لله عز وجل ويقصد بها نقاء الروح وصفاء النفس وجلاءها ويقصد بها كذلك محو الذنوب إلى غير ذلك. وبالتالي هو شعيرة من شعائر الإسلام وهو ركن من أركان الإسلام الخمس اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأهمية الحج تنبع في أنه شعيرة من شعائر الإسلام. والأمر الثاني تنبع أهميته كذلك بأنه ركن من أركان هذا الدين. والنقطة الثالثة الحج إذا كانت الأركان الأخرى إما أنها بدنية محضة كالصلاة والصيام والزكاة مالية محضة، فإن الحج من الأشياء التي تجمع ما بين تعب البدن أو عبادة البدن وعبادة المال. فالأركان عموما نلاحظ أنها تقسم إلى هذا التقسيم: بدنية محضة ومالية محضة وما هو جامع بين البدن
إذا نظرنا إلى فضله وإلى أهميته، طبعا هذا فيه الكثير حقيقة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهم ما فيه أن الإنسان إذا حج إلى بيت الله تبارك وتعالى كما جاء في الأحاديث ولم يفسق ولم يرفث فإنه يعود كما ولدته أمه، أي كما ولدته أمه. وبالتالي هذه من الأفضال الكبيرة جدا أن الإنسان ما قبل الحج ليس كما هو بعد الحج، خاصة إذا كان أدى هذه الشروط. من حج فلم يرفث، والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الثلاثية إذا ما التزم بها الإنسان تجنب الجماع وتجنب المعاصي وتوابعها اجتنب كذلك موضوع الجدل الذي لا علاقة له بما هو مفيد، فإن هذا النوع من الحج يسمى في الشريعة الحج المبرور. فمن أقام الحج المبرور لله سبحانه وتعالى لا يكون جزاؤه إلا الجنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إيمان بالله، أي أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن توحده، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هكذا، وجعل الحج في هذه المرتبة العظيمة من المراتب. وعلى كل موضوع أن يعود الإنسان من بيت الله تبارك وتعالى وقد محى كل الكبائر وكل الصغائر، فإن ذلك على تفصيل وخلاف بين العلماء في هل المقصود هنا بأن الله سبحانه وتعالى يكفر ويغفر كل ما يتعلق بحقوق الناس وحقوقه جل جلاله، أم أن حقوق العباد عموما متعلقة بالتخفف عنها أو بالتحلل منها، أو يكون يوم القيامة على كل يتعامل الإنسان يوم القيامة بالتكفير. الصحيح والله أعلم أن الحج يكفر كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وكذلك يساعد عموما إذا صدق الإنسان في أنه والله يريد أن يتحلل فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يكون فعلا كما ولدته أمه تماما من حقوق الله عز وجل، عليه كذلك أن يتحلل من حقوق العباد. حق الله سبحانه وتعالى متعلق به، وحقوق العباد متعلقة بالعباد، فالله عز وجل في حقه يتسامح، وفي حق العباد حقوقهم تظل محفوظ. وهذا هو الأقرب إلى عموم مقاصد الشارع، والله أعلم. لكن هل تغفر للإنسان كبائره؟ الكبائر كلها عموما متعلقة بالله سبحانه وتعالى ما عدا الإشراك بالله عز وجل. الإشراك بالله لا بد فيه من توبة تؤدي إلى التوحيد، لكنه إذا دخل الإنسان، وهذا بطبيعة الحال الدخول إلى الإسلام والمدخل الطبيعي لأن يؤدي الحج بعد ذلك، فإذا اعتبرنا موضوع الإسلام موضوع منتهي، ما بعد ذلك من كل الكبائر التي قام بهذا الإنسان في حق الله عز وجل، فإن الكبائر والصغائر كلها يعود منها الإنسان كيوم ولدته أمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمرو بن العاص أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضها عمرو بن العاص. قال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال ما تشترط؟ قال أن يغفر الله لي. فقال أما علمت يا عمرو بأن هنالك 3 محطات أو 3 أشياء إذا فعلها الإنسان يكفر أو تجب ما قبلها؟ فالإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب كذلك ما قبله، والله أعلم. جميل. دعنا نستعرض أبرز المواطن التي ذكر فيها الحج في الكتاب والسنة شيخنا الفاضل. على كل أول عندنا طبعا سورة كاملة تسمى سورة الحج. نعم. وهذه يعني ربما ما نجد سورة اسمها سورة الصلاة، ولا ربما سورة الزكاة. نعم. وكذلك لا نجد سورة اسمها سورة الصوم، وليس كذلك يعني، لكننا نجد سورة اسمها سورة الحج. سورة الحج. هذه طبعا لمكانة هذه العبادة ولمكانة هذه الشعيرة المتعلقة بأهميتها في الإسلام، ففيها البعد الروحي بشكل كبير جدا، وفيها البعد التسليم، وفيها بعد الاتباع، في أشياء كثيرة جدا حقيقة في موضوع الحج. وبالتالي ذكر الله تبارك وتعالى تفصيل لموضوع الحج في سورة الحج، كما ذكرنا ذلك في سورة الحج، فيها على كل تفصيل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى نهاية الآيات. وليوفوا نذورهم وليقضوا تفثهم
وليطوفوا بالبيت العتيق. الآيات على كل في سورة الحج طويلة جدا. ثم أيضا هنالك آيات في سورة البقرة، الله تبارك وتعالى بدأها من قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فذكر الله تبارك وتعالى بأن المراد من قضية الأهلة موضوع الحج والتوقيت للحج والمواقيت الزمانية للحج، فهنا حديث عن ثم بعد ذلك جاءت قضية الحديث عن الحج. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذكر على كل هنا مجموعة من الآيات إلى قوله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. هذه أيضا من ختام تقريبا آيات الحج. فالحديث حقيقة عن موضوع الحج في كتاب الله تبارك وتعالى حديث فيه تفصيل. كذلك هنالك بعض الآيات في سورة مثلا آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذا هنالك جملة من الآيات، بل بعضها أيضا قريب من هذه، وهو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فيها حديث أيضا عن مكة وعن بناء البيت، وله صلة بشكل أو آخر عموم في موضوع. فهذا في كتاب الله، يعني هنالك جملة من الآيات تتناول موضوع الحج وتبين تفاصيل هذا الموضوع. وقول الله تبارك وتعالى كذلك في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخر أيضا الآية طويلة جدا. فهذه كلها تقريبا آيات تتحدث عن موضوع الحج وتبين أحكام الحج. كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله تبارك وتعالى عليه الحج وأنزل آيات الحج نادى في الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال أحدهم أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها الرجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض الحج مرة في العمر مرة واحدة ولو قلت في كل عام لوجبت ولما استطعتم عليه الصلاة والسلام. كان رؤوفا رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام. إلى غير ذلك من أحاديث، أيضا حديث بني الإسلام على 5. هذه كلها تبين على كل في النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه بين ما أجمل في كتاب الله. نلاحظ أنه فصل بعد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت السنة القولية أو السنة العملية أو السنة التقريرية. شكرا لكم فضيلة الشيخ. الحديث بقية ولكن بعد فاصل قصير، كونوا على مقربة. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير استكمالا لرحلتنا في الحديث عن الحج مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. عودنا بدء فضيلة الشيخ، دعنا نعود إلى كنا نتكلم عن الأحاديث الواردة عن الحج عن النبي صلى الله عليه وسلم.
دعنا نتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان هديه فيها. طبعا ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة. نعم. وطبعا هذا فيها كلام كثير، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا افترضنا أنه فرض عليه الحج في السنة 9 ولكنه حج في السنة 10، يعني كان ختم النبي صلى الله عليه وسلم حياته بهذه الحجة المباركة، وأخذ بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا خذوا عني مناسككم، فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المسلمين بأن يأخذوا عنه مناسكهم ويتعلموا منه عليه الصلاة والسلام. على كل كغيره، يعني بالنسبة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت البدايات من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعلن للناس أنه يقصد الحج، فمن أراد أن يذهب معه إلى الحج ذهب. فكانت البدايات عموما بموضوع الإحرام وموضوع المواقيت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين للناس مواقيت عامة، وهنالك المواقيت الخاصة لأمته عليه الصلاة والسلام. ذكرنا الميقات العام هو أن الحج لا يكون إلا في مكة، يعني لا تجد إنسان يمكن أن يقيم حج خارج هذه المنطقة التي أرادها الله سبحانه أن تكون ميقاتا مكانيا. فالإنسان يمكن أن يصلي في كثير من المواقع لكنه لا يحج إلا في هذه المنطقة. إذا أراد حجا أو عمرة لا بد أن يقصد إلى بيت الله تبارك. فكان الميقات المكاني هو حاجة البشرية كلها إلى هذا المكان، ولكن المواقيت المكانية كذلك الميقات الزماني، وهو أن الحج أشهر معلومات، تبدأ أشهر الحج من شوال وتنتهي في 10 من ذي الحجة اللي هو يوم الحج الأكبر، على خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك، وهو أنه جعل أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجة تقريبا، فجعلها على كل شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، هذه أشهر للحج. فهذه مواقيت زمانية، بمعنى أنه لا يصح كذلك أن يقع الحج إلا في الإطار الزماني. فلا سبيل لأن يقول الإنسان بأنه يمكن أن يحج في رمضان أو يحج ما قبل رمضان، أيضا هذه لا تصح. كما أنه لا يصح أن ينشئ حجا بعد 10 من ذي الحجة، وبالتالي هنالك إطارا زمانيا بالنسبة للحج. الحج أشهر معلومات، فلا يقع الحج إلا في هذه المساحة من الزمان، كما أنه لا يقع إلا في المساحة المكانية. ولكن هنالك مواقيت يبدأ منها كذلك الإنسان الذي يقصد بيت الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينوي ويعمل ترتيبات ما يتعلق بالحج من مطلوبات، تبدأ بالمواقيت المكانية. هذه المواقيت المكانية تحيط بمكة، أي أنها قد تبعد أحيانا كثيرا كما هو ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة، وقد تكون قريبة كما هو بعض المواقيت التي تكون قريبة من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد عدة مواقع، حدد مثلا لأهل المدينة ذو الحليفة، وحدد لأهل الشام الجحفة، وحدد لأهل اليمن وموالاهم يلملم، وحدد كذلك لأهل نجد قرن المنازل، وحدد كذلك لأهل العراق ومن باتجاههم من فارس وغيرهم، حدد لهم ذات عرق إلى غير ذلك من هذه المواقيت على كل نصية، يعني نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قصد بيت الله سبحانه وهو يتحرك إلى مكة لا بد من عند وصوله إلى هذه المواقع ينشئ الإحرام. وعندما نقول ينشئ الإحرام بمعنى يعلن نية النسك، يعلن نية النسك. وعندما يعلن نية النسك فلا بد أن يكون هنالك واحدة من 3، عندما يأتي إلى ذو الحليفة أو يأتي على كل المواقيت التي ذكرناها، فإن هنالك جملة من الإجراءات. أولها أن الإنسان يغتسل في هذا المكان، ثم يخلع عنه ما كان مخيطا، يخلع عنه كل ما هو مخيط. ثم كذلك النساء على وجه التحديد يكون إحرامهن ما عدا الوجه والكفين يتسترن بشكل عام. أما الرجال فوضعهم كما هو معلوم عموما القطعتين البيضاء اللي يلبسها إزار اللي هو الإزار والرداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الحجاج الذين نراهم الآن تحرك من المدينة وأنشأ عليه الصلاة والسلام حجته من
هذا المكان. طبعا هنا لا أريد أن أدخل ما هي نوعية النسك الذي يعني قصده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة على كل محل خلاف، لكن خلينا نقول بأن أي مسلم عندما يأتي إلى الإحرام لا بد أن يحدد واحد من 3 أنواع من النسك. إما أنه يقصد الحج انفرادا لا يدخل معه شيء، يعني لبيك حجا، نعم. وإما أنه يقصد عمرة في أشهر الحج، فأي عمرة تنشأ في أشهر الحج تنشئ نوعا من النسك وهو التمتع، اللي هو يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإما أنه يدخل العمرة في الحج فيدخل أعمال فيقوم بنسك كما يقولون دخلت الصغرى في الكبرى إلى يوم القيامة، اللي دخلت العمرة اللي هي الصغرى في الكبرى اللي هو الحج إلى يوم القيامة، هذا القران. طبعا هنالك أحكام تفصيلية، لكن لا بد الإنسان أول ما يصل إلى هذه المناطق يحدد نوع النسك، لأنه ستترتب على نوع النسك بعض الأحكام. فالذي مثلا ينشئ حجا انفراديا ليس عليه هدي، بينما الذي يكون متمتعا أو يكون قارنا عليه عليه هدي، وهذه مسألة تفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل أنشأ حجه من ميقات أهل المدينة وذهب معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ معه الهدي، والهدي هو ما يذبح في مكة عند نهاية الحج للنوعين اللذين ذكرناهم، هو التمتع والقران. ثم بعد ذلك يدخل الإنسان بعد هذه المواقيت، أحرم وصلى ركعتين، وربما إذا لبس ثيابه بعد أي صلاة من الصلوات الفرائض أيضا تجزئ إن شاء الله. ثم يتوقف بعد ذلك الإنسان عن الطيب وعن حلاقة الشعر وعن قص الأظافر وعن لبس المخيط، هذه كلها لا بد أن يتجنبها تماما، هذه أشبه ممنوعات الحج، يعني يتركها الإنسان تماما. ثم يلبي بعد ذلك ويظل ملبيا إلى أن يدخل بيت الله تبارك وتعالى، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يظل على كل الإنسان على هذه التلبية إلى أن يدخل مكة. فإذا دخل فأول ما يفتتح به، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطواف بالبيت، يطوف بالبيت، سواء كان هذا الطواف على كل طواف القدوم الذي يسمى طواف القدوم، يطوف الإنسان بالبيت. هنا واحد من اثنين، إما أن يكون الإنسان كما ذكرنا مفردا، وإما أن يكون متمتع. إذا كان متمتع بمعنى سيكمل أعمال العمرة، سيكمل أعمال العمرة، فأول ما يطوف طواف القدوم، ثم يبدأ بعد ذلك في السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق. نعم. يحلق أو يقصر، يحلق أو يقصر. هنا تكون قد انتهت العمرة بالنسبة للمتمتع. ينتظر بعد ذلك لينشئ حجه من يوم 8. أما بالنسبة للمفرد فهو في على كل بالخيار، إما أنه طاف بالبيت وأجل موضوع السعي لما بعد العودة من عرفات، فيكون على الأقل وقع سعيه بعد طواف الإفاضة، وإما أنه أيضا يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، فيكون أدى سعي الحج، فلم يبقى أمامه بعد ذلك إلا طواف الإفاضة. لأن هنالك 4 أركان لا بد أن ننبه إليها مع ضيق الوقت حقيقة. الركن الأول موضوع الإحرام، وهو النية التي يحدد فيها الإنسان النسك. ثم بعد ذلك موضوع السعي بين الصفا والمروة، ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة. هذه الأركان لا بد أن يؤديها، يعني لا سبيل للإنسان إلا أن يأتي بهذه الأركان. فعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم قام بكل هذه الأشياء، ثم يأتي بعد ذلك اليوم 8 ويذهب الناس إلى منى، ثم يذهبون بعد ذلك إلى اليوم 9 إلى عرفات، ثم بعد ذلك أمسية اليوم أو ليلة اليوم 10 يعودون إلى مزدلفة فيبيتون فيها، ثم يعودون في الصباح إلى منى فيرموا جمرة العقبة الكبرى، ثم يذهبون بعد ذلك إلى طواف الإفاضة. فعلى كل هذه خلاصة ما يمكن أن يقوم به إن شاء الله. لكن خلينا نقول فيما يتعلق بالمواقيت على وجه التحديد، أول ما يصل الإنسان الميقات يقوم لكن أفرض أن شخص تجاوز ميقاته، تجاوز الميقات، فهنا واحد من اثنين، إما أنه يعود إلى ميقاته، وإما أنه يلزمه الدم، والدم هو عبارة عن شاة تذبح لفقراء مكة. جميل. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ خذوا عني مناسككم هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي أن الحج شعيرة من الشعائر
يقصد بها التعبد لله سبحانه وتعالى، وعبادة الله سبحانه لا تكون إلا بما شرع، وما شرع بينه النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعله في حجته فهو إيه؟ فهو المطلوب من الإنسان، بمعنى أكمل الهدي وأفضل الهدي وأجمل الهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس تعلموا مني المناسك، خذوا عني المناسك. وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هنالك شعور ربما أن هذه آخر حجة لا يراه فيها المسلمون بعد ذلك، فإشارة كذلك إلى كمال الدين ونحن نعرف كيف أن الله تبارك وتعالى أنزل في الحج اليوم أكملت لكم دينكم، وعلم منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأن هذا فيه أيضا إشارة على كل إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع خذوا عني مناسككم أي أن المناسك كلها تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالدليل وإما بالتعليل، يعني إما أن يكون منصوص عليها وإما أن تكون التفاصيل عموما يجتهد فيها الفقهاء والعلماء، فيبنون كذلك على الأدلة ما يمكن أن نسميه بالتعليل. جميل. لعلي أختم بسؤال على من يجب الحج؟ على من يجب الحج هنالك 5 شروط عامة تنطبق على الرجال والنساء والأطفال والعبيد وغيرهم من البشر، اللي هو أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من حاج إلا أن يكون مسلما، فالإسلام أهم شرط من الشروط، فمن أراد أن يقصد بيت الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون مسلما. فغير المسلمين لا يحق لهم الدخول إلى هذه المناسك أو يتعبدون الله في هذه المقامات، فهي مقامات خاصة بالمسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر في السنة 9 عندما حج الناس أمرهم بأن أعلن بواسطة من بعثهم من الصحابة بأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك أو لا يحج بالبيت عريان، أعلن على كل الممنوعات هذا. فبالتالي الإسلام شرط في صحة الحج، وشرط كذلك في وجوب الحج. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو شرط العقل، فلا يجب على المجنون طبيعة الحال. الشرط الثالث هو البلوغ، وهنا أحيانا بعض الفقهاء يقولون التكليف يجمع شرطين، اللي هو يجمع العقل ويجمع كذلك البلوغ. بس هنا في موضوع البلوغ من كان صبيا وقصد الحج يقبل منه، ولكنه لا يجب عليه ولا يسقط حجة الإسلام، لكن يظل مقبول منه. الشرط الرابع هو الحرية، فلا يجب الحج على العبيد، لأنهم يتطلب إذن من سادتهم، ولذلك لا يكون حجهم إلا بواسطة، ولكنه أيضا إن حجوا فيكون حجهم أيضا إن شاء الله مقبولا. الشرط الرابع هو القدرة، وهذا مهم جدا في الحج على وجه التحديد، لمن استطاع إليه سبيلا. والقدرة هنا بطبيعة الحال هي قدرة مالية وقدرة بدنية، فمن الناس من هو قادر ماليا وبدنيا، فهؤلاء يجب عليهم الحج، سواء قلنا بأنه يجب عليهم على التراخي أو يجب على الفور، على كل يجب عليهم من كان قادرا بدنيا وماليا. بعض الناس يكون قادرا بدنيا ولكنه عاجز ماليا، فهذا لا يجب عليه الحج. وبعض الناس يكون قادرا ماليا ولكنه عاجز بدنيا، فهذا يمكن أن ينيب ما دام عنده المال، يمكن أن يكلف من يقوم له بالحج، ولها شروطها على كل. هذا فيما يتعلق ب5 شروط أساسية فيما يتعلق بالإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة من استطاع إليه سبيلا. وهنالك شروط تتعلق بالنساء على وجه التحديد، وهو أن تكون هنالك رفقة مأمونة، سواء كان محرم من المحارم من زوج أو أب أو أخ أو غير ذلك، أو يكون هنالك على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى رأي المالكية أن تكون هنالك رفقة مأمونة من النساء تكون مع هذه المرأة التي ليس معها محرم. فهذه مسألة مهمة جدا حتى لا تتعرض المرأة في حجها إلى ما يمكن أن يؤدي إلى مخاطر. والشرط الثاني بالنسبة للنساء كذلك ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة، فالمعتدة لا يجوز لها أن تغادر بيت العدة بأي شكل من الأشكال. إذن عندنا شروط متعلقة بالنساء وشروط أخرى متعلقة بعموم الناس. جزاك الله. شاكر لك دكتور حسن هذا الطرح الجيد، والشكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل على حسن الاستماع والمتابعة. ترقبونا في نفس الموعد من كل أسبوع، دمتم بود.
oh, oh, oh.